الشحوم من الطيبات، وهي من الأمور النافعات للبدن نفعا عظيما. وإذا أردت أن تدرك ذلك انظر إلى واقع الناس لما تخلوا عن الشحوم والاستفادة منها وأخذوا يستعملون الزيوت المصنعة في أطعمتهم، كيف أضرت بصحتهم وعافيتهم. فالله عز وجل حرم على اليهود هذه الشحوم وهي نافعة للأبدان، والناس الآن هذا الذي هو نافع للأبدان حرموا أنفسهم منه وأصبحوا يقولون هذا ضار، واستبدلوه بزيوت مصنعة وألحقت بهم أمراض وأضرار في صحتهم. ولهذا بعض الباحثين يقول إن من وراء ذلك اليهود حرم الله عليهم الشحوم فبثوا دعايات واسعة أن الشحوم ضارة، وجعل المسلمين لا يأكلونها واستبدلوها بزيوت هي التي في الحقيقة تضرهم ولا تنفعهم. وهذا أمر يتأمل وينظر فيه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم أي وبسبب أيضا صدهم عن سبيل الله كثير.